مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. ارتفاع صاروخي في أسعار أضاحي العيد. الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا بالمغرب. المغرب يقوم بتحديد يوم عيد الأضحى. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب في هذا التاريخ. عاين المغاربة صحة الأثمنة المرتفعة التي كانت متداولة قبل أيام بالأسواق الأسبوعية فيما يخص غلاء الأسعار الأضاحي، حيث تفاجؤوا بدءا من يوم السبت والأحد بارتفاع ملموس في أسعار أغنام العيد الأضحى. قبل 10 أيام من حلول العيد المبارك، شرع المربون والكسابة والشناقة في نقل الأضاحي إلى المدن وعرضها بالكراجات قصد بيعها لعموم المواطنين. حسب ما كشفته المصادر، فإن الأسعار تتراوح ما بين 2200 و 7500 درهم كمعدل، بينما أغلب المعروض من الأغنام يتراوح سعره بين 3000 و 5500 درهم، وهو بزيادة 1000 إلى 1200 درهم مقارنة بالعام الماضي. أعلنت وزارة التربية الوطنية انطلاقا من منتصف ليلة أمس الأحد عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2023 عبر مختلف المواقع المتخصصة في هذا الغرض، على يتم رسمي الإعلان عنها في المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية رسميا زوال يوم الاثنين. وقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحين والمترشحات المتمدرسين الذين اجتازوا امتحان البكالوريا برسم الموسم الدراسي الجديد 2023 400,026 مترشح، بزيادة بلغت 18% مقارنة مع السنة الماضية. ومثلت الشعب العلمية والتقنية في هذا الاستحقاق 58%، فيما الشعب الأدبية والأصيلة مثلت 41%، بينما الشعب المهنية تمثل 1%. وقد اجتازوا الامتحان في 1753 مركزا للامتحانات على مستوى الأكاديميات. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي الحجة 1440 هو يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 29 يونيو. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 بعد مغرب يوم الأحد 29 ذي الحجة 1440، وهو ما يوافق 18 يونيو 2023. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر ذي الحجة هو يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الخميس 10 ذي الحجة الموافق ل 29 يونيو. بعد فترة من الانخفاض، ارتفعت أسعار المحروقات مرة أخرى في بداية شهر يونيو الحالي، ووصل سعر البنزين في محطات التوزيع إلى حوالي 14 درهم للتر الواحد، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 26 سنتيم. وبلغ سعر لتر الديزل حوالي 11.60 درهم بزيادة 15 سنتيم في اللتر الواحد. وفي ظل تأثر أسعار المحروقات في المغرب بتقلبات السوق العالمية، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة توزيع المحروقات قد تقوم بمراجعة أسعار بيع الغاز والبنزين خلال الأيام القادمة نتيجة التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية. ومن المتوقع أيضا أن يشهد سعر الغاز ارتفاعا كبيرا في المغرب، في حين ستكون زيادة سعر البنزين ضئيلة ولن تتجاوز 10 سنتيم على الأكثر. من المقرر تنفيذ هذه الزيادات الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك في توقيت التغيير الشهري لأسعار بيع المحروقات في محطات التوزيع.